في لحظة كده بتيجي علينا كلنا بتحس انك تايه ووقتك بيضيع ومش عارف تبدأ منين ومش عارف انت بتعمل ايه اصلا، ولا بتقرب من هدفك ولا حتى مستمتع بحياتك، وتبدأ تسأل نفسك هل انا فعلا عايش ولا حياتي ماشية لوحدها وانا بتفرج؟ الخبر الحلو انك تقدر تدير حياتك، ولكن الخبر الوحش ان مفيش حد يعمل كده غيرك. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تدير حياتك بخطط عملية واقعية من غير تنظير ولا كلام فاضي. حاول تطبق اللي هقولك عليه في الفيديو ده وبعدها هتحس انك ماسك حياتك بايدك وقادر تمشيها زي ما انت عايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة رحلة الإنتاجية. قبل ما ندير حياتنا لازم نفهم هي ليه بقت كده. في 3 أسباب رئيسية بيخلوك تحس إن حياتك ضايعة، وأول سبب فيهم هو عدم وضوح الرؤية، وده يعني إن الإنسان مش عارف هو رايح فين ومش محدد هدف معين لحياته. ولما تكون الرؤية غير واضحة بيحصل الآتي: أول حاجة تشتت في القرارات، بتلاقي نفسك بتاخد قرارات عشوائية ما انتش عارف بتاخدها بناء على ايه. تلاقي نفسك بدأت في كورس وبعد كده سبت ورحت الكورس تاني وما بتكملش حاجة للآخر وما بقتش عارف تختار ايه الأنسب ليك. الحاجة التانية ضياع الوقت والمجهود. انت ممكن تشتغل وتجيب اخرك وتعمل اللي تقدر عليه وفي الاخر تحس انك مش بتوصل لحاجة، وده لان مجهودك مش موجه لهدف محدد. الحاجة التالتة غياب الأولويات. من غير رؤية واضحة مش هتعرف ترتب أولوياتك. تعالى اديك مثال بسيط. تخيل انك راكب عربية ومش عارف انت رايح فين، هتفضل تلف كتير وتضيع بنزينك اللي هو بين قوسين طاقتك ومجهودك، ويمكن في الاخر توصل لمكان انت مش محتاج توصل له اصلا. لكن لو عارف وجهتك هتقدر تختار الطريق الصح وتوصل اسرع. الحاجة التانية اللي بتخلي حياتك ضايعة العشوائية في التصرفات. تصحى، تاكل، تسمع التلفزيون، تقعد على السوشيال ميديا، بعد كده تنام، تقوم تاني يوم تكرر نفس الحكاية، واليوم اللي بعده بقى زي اليوم اللي قبله ومفيش أي تنظيم، ومبقاش فيه أي أولويات أنت بتشتغل عليها ولا أي حاجة، بل إن حياتك بتضيع وأنت قاعد بتتفرج. الحاجة التالتة هي إن الناس والظروف هم اللي بيديروا حياتك. أنت بتسيب الناس يقرروا عنك، تمشي في كلية معينة عشان أهلك قالوا إن دي أحسن كلية وهي الأفضل بالنسبة لك، تختار شغل معين عشان صحابك رشحهولك وماشيين فيه، فتبدأ حياتك تتشكل على حسب اختيارات الآخرين مش على حسب ميولك وترتيباتك انت. لما الظروف بتتحكم فيك بتلاقي نفسك بتتحرك عشان تصلح أو تتأقلم، مش علشان انت كنت مرتب لده. يعني مثلا مفيش فلوس يبقى اشتغل أي حاجة وخلاص، مش هطور مهارة معينة عشان اشتغل في مجال انا بحبه. لما تسيب حياتك في ايد الظروف بيولد عندك احباط واستسلام، وتحس انك مش قادر تتغير وتلاقي نفسك ضحية الظروف بدل ما انت ما تكون صانع ليها. تعيش حسب توقعات المجتمع، وده يخليك تحس انك مش عايش حياتك فعلا، لكن بتأدي دور رسم غيرك ليك. انت لما تسلم زمام حياتك للناس والظروف بتفقد السيطرة على حياتك، لكن اول ما تاخد قرار بايدك ولو حتى بسيط بتستعيد قدرتك وسيطرتك على حياتك من تاني. طب تعالى نبدا بخطوات واضحه، كل خطوه منهم هتاخدك ناحيه انك تبقى قائد في حياتك مش ضيف فيها. اول خطوه لازم ان يكون عندك رؤيه شخصيه وتعرف انت عايز ايه. اسال نفسك الاسئله دي: انا عايز اوصل لفين بعد 5 سنين؟ انا عايز ابقى مين؟ ايه القيم اللي انا مؤمن بيها وبناء عليها هاخد قراراتي؟ ايه الحاجه اللي لما احققها احس اني ناجح فعلا؟ كل سؤال من ده اكتبه وجاوب عليه واعرف رؤيتك، لان من غير رؤية انت كأنك بتجري في حلقة مغلقة. صدقني الخطوة دي مهمة جدا، ولو عملتها هتحس بفرق كبير، لان وقتها هيبقى عندك هدف معين بتتحرك عشانه، ما بتسيبش حياتك تمشي كده تحت تحكم الناس والظروف. الحاجة التانية حدد اولوياتك بصدق. مش كل حاجة في حياتك ليها نفس الأولوية والأهمية. ابدأ قسم حياتك لحاجات زي دراستك، شغلك، تطويرك لنفسك، علاقتك بربنا، علاقتك بأهلك، حاجات زي كده. وشوف ايه اهم الحاجات اللي محتاج انك تركز عليها. ركز على 3 حاجات وطور نفسك فيهم افضل من انك تفضل مشتت بين حاجات كتير. مفيش حد هيعرف يعمل كل حاجة في نفس الوقت، اما انك تفضل مشتت على طول هتعمل حاجة شوية وبعد كده تسيبها وتروح لحاجة تانية وفي الاخر مش هتوصل لاي حاجة. فالافضل شوف ايه اللي اولى انك تركز عليه وركز عليه كويس، وبعد ما تخلصه شوف غيره وابدأ فيه. الخطوة الثالثة ابني روتين ثابت عشان تبدأ تكون عادات جديدة. ما اصل انت عمرك ما هتبني عادة جديدة غير لما تربطها بوقت معين، وانا شخصيا جربت اربط العادات باوقات معينه وده اللي ساعدني ان انا التزم فيها. انا شخصيا كنت بواجه مشكله اني مش عارف التزم في الجيم، ورحت حوالي 8 مرات وفي كل مره كنت بقى. لكن لما ربطت العاده دي بوقت معين وهو ان اخلي الجيم بعد العصر، بقيت كل يوم بصلي العصر وامشي على الجيم على طول. من ساعتها لحد النهارده وانا ملتزم في الجيم. فكل عاده انت عايز تلتزم بيها اربطها بوقت معين وهتشوف نتيجه قويه انت نفسك هتتفاجئ بيها. الخطوه الرابعه كل اسبوع راجع حياتك وقراراتك. اقعد مع نفسك ساعه كل يوم جمعه مثلا واسال نفسك: انا انجزت ايه الاسبوع ده؟ طب لو ما انجزتش طب ضيعت وقتي في ايه؟ طب هل انا مشيت ناحيه هدفي ولا لسه مكاني؟ طب محتاج اغير ايه الاسبوع الجاي عشان خاطر احسن نفسي؟ المراجعه الاسبوعيه هتخليك دايما على الطريق وماشي بوعي. الخطوه الخامسه خليك هادي.
طب يعني ايه خليني هادي؟ انت مراقب ومشتت طول الوقت، سوشيال ميديا، اشعارات، مقاطع ريلز بتنزع البركه من يومك وتخليه يعدي بسرعه، وكمان تشوف ناس ناجحه على السوشيال ميديا وتبدا تقارن نفسك بيهم. كل الحاجات دي بتمنعك تفكر وتعيش تجربتك انت وتنجز في حياتك. جرب كده يوم تعيش حياتك من غير تليفون، صدقني مش هتخسر حاجه، بل انك هتكسب وهتكسب كتير قوي. جرب تيجي يوم تيجي بعد المغرب او بعد العشاء تسيب تليفونك في البيت وتخرج تتمشى مع نفسك شويه. جرب تقعد مع نفسك وتجيب ورقه وقلم وتكتب افكارك، هتشوف قد ايه الهدوء ده كنز انت محروم منه بسبب الضوضاء اللي دايما حواليك. الخطوه السادسه، ابدا صغير واستمر. مش لازم تغير حياتك كلها في يوم، لكن لو كل يوم عملت خطوه بسيطه حياتك كلها تتغير بعد شهور قليله. ابدا بقرار واحد والتزم بيه. النجاح مش محتاج خطوات ضخمة في البداية، بل محتاج ثبات على خطوات صغيرة، كل يوم خطوة، كل يوم تحسين بسيط، وفي الآخر تصنع الفرق الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأعمال أدومها وإن قل. خلي الحديث ده قدام عينيك على طول وما تستصغرش أي حاجة صغيرة أنت بتعملها. فالخلاصة، إدارة الحياة مش معناها إنك تبقى إنسان خارق ولا تبقى إنسان كامل، بل الكمال لله سبحانه وتعالى. إدارة الحياة معناها إنك واعي باللي أنت بتعمله، عارف أنت بتروح فين وعارف ليه بتتحرك. فاكر لما قلنا في بداية الفيديو ان في لحظات بتحس انك ضايع؟ مش لازم تقف فيها، انت تقدر تبدأ من دلوقتي. سيطر على حياتك، وقتك ده غالي قوي، ما تخليش اي حاجة تضيعه. انت اولى بوقتك، فما تضيعوش على حاجات تافهة، اعمل حاجات تبنيك وتقويك. انا عايزك دلوقتي تكتب لنفسك رسالة: انا هبدأ النهاردة حتى ولو بخطوة واحدة، ومش هقع ولا هستسلم تاني. اتمنى يكون الفيديو غير اي حاجة فيك. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.